بس هنا بقى كان في حاجه غريبه شويه، وهي ان تيفيز وزميله في الفريق البرازيلي وقتها خافير ماسكيرانو كانوا في الحقيقه عقودهم مش مملوكه بشكل كامل للفريق البرازيلي، بل انها كانت مملوكه لشركه MSI ميديا سبورت انفستمنت عن طريق حاجه اسمها TBO ثيرد بارتي اونرشيب. عشان تعرف معايا يعني ايه ثيرد بارتي اونرشيب، فبالبلدي كده بيجي طرف ثالث للفريق اللي بيلعب فيه اللعيب ده، اللي يا عيني غلبان ومش قادر يمول فلوسه، هو اللي بيمول الصفقه دي، او على الاقل بيمول اكبر جزء منها. بس في نفس الوقت طب ما يخصكش بقى انا هعمل ايه؟ اللعيب ده هيروح لاي نادي هيمشي، انا اللي ليا الحقوق الملكيه الاكبر في حصه اللعيب ده، وانا اللي كلمتي هتمشي في الموضوع ده بموافقه طبعا اللعيب، هل هو هيمشي ولا هيكمل. وكان مالك الشركه دي وقتها رجل الاعمال كيا جورابيتشيان، اللي تمم الانتقال غصب عن عين النادي البرازيلي عن طريق علاقاته مع نادي ويست هام يونايتد، وكمان انه بيمتلك عقد اللاعب في نظام TBO اللي كان بالمناسبه ممنوع في البريمير ليج. في موسم 2006-2007 بطلنا هنا خالف كل التوقعات، عشان في اول 28 مباراه ما يشاركش بولا مشاركه تهديفيه، وكأن لسان حالي دلوقتي يا مولانا مش شغاله ولا ايه. فريق ويست هام يونايتد لحد الجوله 28 مش فايز غير 4 ماتشات بس، كل حاجه عملها كارلوس تيفيز تقريبا بتموت، وخلاص هو الاقرب للهبوط نادي ويست هام. لكن في اخر 10 جولات بيفعل وضع انا بهجت صابر تاني خالص. تيفيز هنا سجل هدف ضد توتنهام، صنع 2 في نفس المباراه، هدف ضد بلاك بيرن وضد كمان ميدلسبرا، حتى لما خسر ضد تشيلسي 4-1 في الماتش ده الهدف الوحيد لويست هام كان من كارلوس تيفيز. وهنا شبح الهبوط بيقرب بشده، لكن بطلنا بعد الفوز على ايفرتون 1-0 وبولتون 3-1، كارلوس تقريبا مشارك في كل الاهداف دي بالكامل، بقى ويست هام يونايتد عنده فرصه للنجاه. بس للاسف الفرصه دي هي الفوز في اخر ماتش في الدوري ضد مانشستر يونايتد بطل الدوري وقتها، وصاحب كمان اقوى خط هجوم بقياده كريستيانو رونالدو وين روني. والمفاجاه الساره ويست هام بيدخل المباراه مع مانشستر يونايتد، الاجواء متوتره، كل الضغوط وكل الكاميرات مع كارلوس تيفيز ومانشستر يونايتد. المفاجاه الساره هنا ان في الوقت الضايع وفي الشوط الاول بيسجل تيفيز هدف فوز ويست هام يونايتد اللي صمد قدام يونايتد وقرر يكمل في الدوري بسبب شخص واحد بس، هو كارلوس تيفيز اللي ساهم وقتها ب10 اهداف اخر 8 جولات. وفي كوبا 2007 شارك كارلوس